السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ساعات كده بتفوق في فترة من الفترات في حياتك بعد ما كنت ملتزم ومنضبط على اهدافك وعلى اللي انت عايز توصله، بتبص مرة واحدة كده تلاقي نفسك بقت عاداتك كلها سيئة، ما بقتش زي الاول، ما بقتش منضبط، كل حاجة باظت على الاخر. بتفوق كده اللحظات وتقول ايه ده؟ انا مين؟ وايه اللي جابني هنا؟ ومين دول؟ وايه اللي انا بعمله ده؟ حاجة وحشة لما تكون منضبط ومسيستم حياتك وماشي على روتين، ومرة واحدة تتكعبل وحياتك تتلخبط. في الفيديو ده هقولك ازاي ترجع تسيطر على حياتك. اول حاجة عايزك تعملها انك ما تبقاش عايشها وخلاص، ما تبقاش كل حاجة مفروضة عليك، لانك مش قادر تنضبط ومش قادر تتحكم في حياتك. عايزك انت اللي ماسك اللجام بتاعت حياتك، انت المتحكم. من اكتر الحاجات اللي بتخليك مش مسيطر على حياتك وهي كثرة التشتتات اللي حواليك. مفيش سيطرة خالص، لا على وقتك ولا على شهواتك. الحاجات دي بإرادتك، فلازم تتحكم فيها. في حاجات تانية ممكن تبوظ حياتك وما تكونش بإرادتك. حصل لك بقى أي ظرف وحش لخبط لك حياتك، خسرت فلوس، اتوفى حد عزيز عليك لا قدر الله، فكل الحاجات دي مش بإرادتك. بس هي الحياة كده، لا على طول وحشة ولا على طول حلوة. بس اللي عايز أقولهولك عن تجربة إن كل حاجة بتعدي، مهما كانت وحشة وسيئة بتعدي ويمكن تنساها كمان. فاوعى تستسلم لعقلك ولا لأفكارك السلبية. فكده عشان تسيطر على حياتك، أول حاجة لازم تسيطر عليها هي وقتك. لازم تعرف كل دقيقة هتعمل فيها ايه، فوقتك لازم يكون باختيارك. تاني حاجة اتحكم في أفكارك. على حسب جودة أفكارك هتبني مصير حياتك فعلا. كل حاجة بتبدأ بفكرة، وياريت تطور تفكيرك بإنك تقرأ كتب وتسمع بودكاست عشان ترفع من جودة تفكيرك. الحاجة اللي بعد كده وهي عاداتك. انت يعني عاداتك 90% من الحاجات اللي انت بتعملها من اللاواعي عشان هي عادات عندك. فعاداتك انت مبرمج عليها، فلازم تاخد بالك من عاداتك، ولو في عادات سيئة تبدلها بعادات كويسة. والحاجة اللي بعد كده انك لازم تتحكم في علاقاتك وفي الناس اللي حواليك. المحيط اللي حواليك يقدر يخليك تفشل ويقدر يخليك تنجح. اتحكم في مالك وخلي عندك خطة للصرف، ما تبقاش بتصرف وخلاص، وخلي عندك اكتر من دخل. اخر حاجة عايز اقولك عليها، مش عايزك تركز على الحاجة اللي خارج دايرة تحكمك، الحاجة اللي انت ملكش يد فيها، زي افكار الناس عنك، مشاعرك مثلا، اخطائك في الماضي. كل الحاجات دي ما تقدرش تتحكم فيها. ركز على اللي جوه دايرة تحكمك، افكارك وحياتك وكلامك. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.